السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جايه لكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلب اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد على اله واصحابه اجمعين، حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك يا رب لي ولكم امه محمد اجمعين، ويرزقني ويرزقكم جميعا خير الدنيا والاخره ان شاء الله. ديت السلاكه اللي انا كنت بقول لكم ان انا هعملها، عملتها. السلاكه ديت تعتبر متكلفه 1000 ونص، بس يعني بيبقى فيه اكراميه برضو للزبون اللي بيكون دايم وياه، فبيكون له اكراميه، بيكون فيه خصم شويه لو في مصنعيه او كلام من ده، فبيشيل المصنعيه وبيعملها له اكراميه. اكيد هو كسبان، يعني مفيش حد بيخسر لحد، بس لازم برضو يكون عامل له اكراميه حتى لو بالنصب، حتى لو بينصب عليه ومحسسه انه عامل له اكراميه، فبقول له انا عامل لك اكراميه وسايب لك من ثمن الحاجه، بس ما حدش بيسيب من تعبه وعرقه حاجه لحد. فربنا يبارك للجميع يا رب ان شاء الله. فدي السلاكه بتاعتنا، كلكم عارفين ان كميه الفراخ اللي موجوده معانا هنا فيها فراخ كتير صغيره، فالصغير متبهدل في وسط الكبير، فانا هنقي الصغير اللي موجود في المكان هنا كله هحطه في السلاكه دي، ولو في رومي صغير برده هنقيه واحطه وياه. وعندي شويه كتاكيت برده هيبقوا من نفس حجم مقربين حجم الكتاكيت الصغيره اللي هنا، هجيبهم احطهم وياهم لحد ما يجمدوا شويه كده ويبقوا حلوين. هنزلهم عادي هنا بعد ما اكون دول نقلتهم في الدوار هنا. هو عامل لي الفتحات بتاعتهم من فوق، الفتحات بتاعته معموله من فوق اهي زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، واسع جدا، واسع عن اي سلاكه انا عملتها عندي. انا اللي اخترت ان هو يعمل لي الوش سلك. انا قلت له انا عايزه الوش سلك عشان مش هيبقى فيه كهرباء في السلاكه، هيبقى منه لنور ربنا. فانا عملت الوش كله سلك كده زي ما انتم شايفين، عشان حتى في الشتاء لو حبيت اقفله هقفل الوش ده مشمع، واسيب بس الفتحه الصغيره دي انها تدخل لهم نور ربنا بس فقط لا غير، او هقفلها خالص وافتح دول احط عليهم سلك من فوق ان هم يدخلهم نور او شمس وكده. فربنا يبارك يا رب. السلاكه دي كبيره جدا جدا، هتاخد كميه كبيره من الطيور. فانا ان شاء الله جبت بقى معايا شكاير اهوت افتحها واحطها في الارضيه، بحيث ان انا ما اوسخش السلاكه بتاعتي، يفضل الخشب معايا نظيف، عشان فيما بعد لو نقلته في البيت التاني وحبيت احضن فيه طيور يبقى نظيف، حبيت اربي فيه ارانب برده يبقى نظيف. فهو موجود معايا. انا لو حبيت بقى بعد كده اقسمها عيون واعملها للارانب برده هتبقى تمام، مفيش اي مشكله. ممكن اعملها 4 عيون وكل عين يبقى ليها فتحه باب من دي، يعني ممكن اقفله 4 عيون. فربنا يبارك للجميع يا رب، اللهم امين، ويرزقني ويرزقكم جميعا خير الدنيا والاخره يا رب ان شاء الله. فانا هبدا دلوقتي حالا افتح الشكاير وافرشها في ارضيه السلاكه، وهبدا ان انا اجمع الفراخ الصغيره اللي موجوده في المكان هنا او رومي صغير واحطهم هنا، وهروح اجيب اللي موجودين في البيت التاني برده احطهم وياه. فخليكم معايا لحد بس ما افتح الشكاير وافرش البوكس بتاعي كده. خلاص يا حبايبي، فرشت الشكاير وفرشت التبن فوق زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. كده بقى مستعدين ان احنا نحط فيه الفراخ بتاعتنا. شايفين السلاكه من بره مفتوحه اهي، بسم الله ما شاء الله، هيدخل لهم تهويه وهيبقى متقفل عليهم وما نبقاش قلقانين عليهم من اي حاجه، لا فران ولا اي حاجه ان احنا نقلق ونخاف عليهم. فربنا يبارك. فهبدا دلوقتي حالا انقل الفراخ بتاعتي اهو، بسم الله ما شاء الله، زي ما قلت لكم هلم الصغار كله احطه فيه. فربنا يعيني ويقويني بقى على ما اخلص وابدا اروح اجيب الفراخ اللي في البيت التاني. هجمع بس اللي هنا واوريهم لكم. خلاص يا حبايبي، جمعت الفراخ والرومي الابيض بتاعي، لان لقيت فيهم فرخ رومي عينيه بايظه خالص، يعني لقيت فيهم فرخ رومي عينيه بايظه خالص ومش قادر ياخد نفسه. فجمعت الرومي والفراخ اللي هي القليله اللي الفراخ بتدوس عليها والبط بيدوس عليها، يعني فيهم كتاكيت بسم الله ما شاء الله حجمها حلو، بس متبهدلين لانهم اقل من التانيين في الحجم في العمر، واقل منهم في الحجم برده. هم حجمهم بسم الله ما شاء الله حلوين يتساووا على الارض، بس عشان البط والفراخ بيدوسوا عليهم فقلت لا هجمعهم هنا بقى. شايفين الفرخ الرومي ده في هنا اهوت عين وجعاه اهو، بس التاني يبقى عينه بايظه اكتر من كده. فين هو ده على ما اعتقد. تعالى كده اهو ده، شايفين مش قادر ياخد نفسه، ده مش قادر ياخد نفسه. فدول بقى هشتغل بصل وثوم وكرات مصري هنا في السلاك عشان اعمل للتانيين بصل وثوم وكلام من ده. مش هناهض، شايفين بيطلعوا بره اهو، الفراخ الكبيره فيهم بتطلع بره ينزلوا في الزرع يبوظوا لي الزرع، بس مش مشكله، فداهم اي حاجه. انا اقدر اشتري الفلفل والحاجه من بره، بس المهم مش حاجه بس تتدرى منهم هنا وانساهم بالليل وحاجه تعدي عليهم. ان في قطط بتيجي هنا فربنا يستر. كل بقى المكان ده عايز يتنضف، عايز تنظيفه جامده عشان الطيور. خفيت المكان اهوت من الطيور والمكان بقى واسع على اللي موجودين اهو، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد اجمعين. المكان بقى واسع جدا جدا عليهم، فربنا يبارك، لان الحته ضيقه عليهم، وكل ما المكان يبقى ضيق حتى لو طراوه بيبقى كتمه.
فانا وسعت للطيور الموجوده، بسم الله ما شاء الله كميه طيور كبيره، الله اكبر عليهم، ربنا يبارك يا رب، كميه كبيره. فانا قلت بقى اوسع واحط دول كده، مفيش لا علف ولا ميه بقى دلوقتي خالص. الصبح ان شاء الله هجيب لهم سقايه كبيره، واجيب لهم بقى علفه وبصل وثوم وكلام من ده، فربنا ييسر الامور. كده بقى احنا هنقفل عليهم السلاكه بتاعتهم عشان مفيش حاجه تدخل عليهم السلاك، لان هي في الوش على طول ممكن اي حاجه تدخل عليهم. فربنا يبارك يا رب للجميع ويرزق الجميع الخير يا رب اللهم امين. هنا واسعه وجميله جدا جدا، واهتم بهم اكتر لان فيهم فراخ يعني هم وجعاها من الكتمه. هناك برضو المكان ضيق وفيه بط وكده، والبط بيبقى نفسه حامي، فالروم بيبقى عايز رعايه خاصه. فانا ان شاء الله دول بقى اظبط لهم الدنيا، اي بيض فرزه، بصل، توم، كرات مصري، اي حاجه احط لهم، فلفل حار، حاجات من دي، اروق الدنيا عندهم تمام. فانا قلت اوريكم السلاكه ديت كده مترين، المساحه بتاعتها الطول بتاعها كده زي ما انتم شايفين، دي مترين في حوالي اللهم صل على محمد 80 سم. دي تعمل لها 80 سم ما تجيش متر عمرها. العرض 80 والطول مترين، فربنا يبارك يا رب. قصيره يعني مش عاليه قوي، يعني لو انا عايزه اعمل كمان دور فوق منها هعمل، لو الكلام ده لو الباب بتاعها من الوش، بس انا طلبتها دور واحد لان الدوران عندي بتبقى مقرفه جدا جدا. اما باجي افرش الدور الفوقاني والارض فيه طيور فبيقع عليه كنسه، بيقع عليه حاجه، ففكره الدورين دي مش مستحبه يعني. شايفينهم بيطلعوا اهو وييجوا ياكلوا في الزرع هنا. تعالى يا عم الحاج عدي كده. بسم الله ما شاء الله فيهم فراخ حلوه جميله يعني، الله اكبر عليهم، رغم ان هم لسه صغيرين في العمر بس فيهم فراخ حلوه. بس المكان ده بقى عايز تنظيفه جامده، فان شاء الله احاول اشوف. المهم ان انا هطلع الكنسه منين، لان الباب الجر الفراخ موجوده هنا والبط، لو فتحت باب الجر كل ده هيطير في الشارع، والاماكن هنا حوالين مني قطن وذره، وممكن الطيور تروح مني خساره. فان شاء الله اذا اراد ربنا هحاول ان انا اعبيهم واخرجهم. هتعب شويه مش مشكله، بس احاول اخرجهم من الباب التاني عشان انضف الدنيا، عشان كل العفش ده يستخبى فيه فلان، يستخبى فيه اي حاجه. فانا مش مستعديه ان انا اضحي بالطيور بتاعتي. بسم الله ما شاء الله السلاكه عجباني جدا جدا، انا قلت له على فكره ونفذها لي زي ما انا كنت عايزاها بالظبط. فالحمد لله ربنا يبارك. قال لي لازم يكون في خشب يمسكها، قلت له اعمل لها بس عارضه في النص كده ان انت تدق تمسمر عليها السلك، مش اكتر من كده. انا عايزه الوش كله سلك، ما تعمليش اكتر من كده. يعني كنت بقول له اعمل لي الجناب كمان سلك، قال لي لا مش هعمل الجناب سلك، انا هعملها خشب. قلت له تمام مفيش مشكله، عشان يبقى الهواء داخلها من كل مكان. فقال لي لا هعمل الجناب خشب والظهر خشب والسطح بتاعه خشب. قلت له تمام، بس اهم شيء عندي تقفل لي الوش سلك عشان التهويه تدخل للفراخ ما تتكتمش فيه. وده يفضل ان شاء الله كده يعني فيما بعد، حتى في الشتاء لو انا عايزه احضن بط احضن اي حاجه يبقى ده موجود في الشتاء، يبقى على الشمس بتاع الشتاء بتبقى جميله جدا جدا. احط فيها بط، احط فيها رومه، احط فيها فراخ، يبقى طول اليوم في الشمس، وبالليل هقفل عليهم بملايه بكبرته باي حاجه بمشمع ان انا اقفل عليهم من الرطوبه بتاع الجو، وبالليل يبقى منهم لنور ربنا وشمس ربنا. فربنا يبارك يا رب. هي الفكره كويسه، وفي المكان هنا المكان فيه تهويه حلوه جدا جدا عن البيت التاني كتير، فناقص بس ان انا انضف المكان. في المكان ده ان شاء الله بكره بقى الجمعه بعد ما اعمل غدا لاولادي واصب الهدوم بتاعتهم، فان شاء الله هظبط المكان ده واروقه واخليه على سنجة 10. فربنا يبارك للجميع يا رب ان شاء الله. دي كان الفيديو بتاعنا النهارده، استنى الفيديو جديد واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.